السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم مشروب يرطب علينا حر الصيف. اظن حر الصيف مبهدلنا كلنا، فيلا نعمل ايس كوفي بدل ما نشتريه من المحلات وبأغلى الاسعار. فيلا نعمله في البيت وبأسهل الطرق. نبدأ. انا دلوقتي معايا نسكافيه بلاك، هو لازم تتعمل بنسكافيه بلاك. انا عملتها بنسكافيه عادي كمان في نفس الفيديو ده. لو انتي مش متاح عندك دلوقتي، حطيت كيس من نسكافيه البلاك ده، وبعدين حطيت معلقة سكر كبيرة، السكر حسب الرغبة طبعا، وبعدين معلقة كبيرة من المية السخنة، وبعدين هفضل اضرب كده لحد ما لون القهوة ده يبقى فاتح زي ما انتوا شايفين كده. طالما بقى فاتح كده يبقى هو تمام وعمل الفوم اللي انا عايزه اعمله. دلوقتي بقى انا بحط مكعبات تلج في المج اللي انا عايزاه او اي كوبايه انا هشرب فيها. بس قبل ما احط المكعبات انا كنت حطيت صوص الكريم كراميل، طبعا دي اختياري، وممكن تحطي صوص شوكولاته، اي صوص اي حاجه ممكن تحطيها عادي هتنفع. دلوقتي انا بعد ما حطيت التلج في الازازه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا حطيت شويه من القهوه، دول كانوا فايضين وايه معملوش فوم وكده. وبعدين هبدأ احط اللبن لازم يبقى ساقع. بنحط بقى الكمية اللي انت عايزاها من اللبن عادي جدا، بس ما بنمليش الازازة قوي او المج. وبعدين هنبدأ بقى نحط الفوم اللي احنا كنا عاملينه. انا دلوقتي بحطه بالمعلقة عشان خاطر هو ما كانش راضي ينزل من الكوباية التانية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو بيبقى بارد مش سخن. انا دلوقتي بحط الفوم، وممكن بقى ايه تحطي مثلا تزينيه باي شوكولاته، ممكن مثلا شوكولاته اللي هي اي حاجه اي نوع انتي بتحبيه. وكمان انا عامله صوص الشوكولاته على القناه، لو انتوا محتاجين تشوفوا ازاي بيتعمل ازاي وكده انا هحط لكم لينك الفيديو في الوصف. وخلاص هو كده خلص الايس كوفي وجاهز للتقديم وجاهز ان انت تشربيه. يلا بينا بقى نعمله بطريقة تانية، نعمله النسكافيه العادي، ونعمله في الازازة حتى لو احنا مش عندنا الجهاز اللي بيعمل الفوم ده. وبعدين انا دلوقتي بحط السكر في الازازة بالمعلقة عشان خاطر ما كانش راضي ينزل كده. طبعا زي ما احنا متفقين السكر حسب رغبتك عادي جدا، بتحطي السكر انت عايزاه مفيش حاجة معينة يعني. وبعدين حطيت معلقة من النسكافيه ده نوع النسكافيه اللي انا مستخدماه. لو انتي عندك اي نوع تاني عادي تقدري تستخدميه، بس انا عايزه اقولكوا ان النسكافيه ده مش بيعمل فوم لان هو مش اساس الايس كوفي، لكن انا عملت بيه عادي بس هو بيدي طعم برضو، وبيدي يعني بيبقى نفس الطعم بس بيبقى فيه اختلاف بسيط. ودلوقتي انا بضيف يعني معلقه كبيرة او معلقتين من المياه السخنة، وبعدين بفضل ارج جامد جامد لحد ما ايه تحسي ان هو عمل فوم. هو مش بيعمل فوم قوي انا قايلالكوا، لان هو مش اساسه ان هو يعمل فوم اصلا. القهوة البلاك بس هي اللي بتعمل زي ما انتوا شايفين، هو نازل سايل عامل فوم بسيط جدا لدرجة ان انتوا مش شايفينه. وبعدين هنضيف اللبن طبعا برضو بيبقى ساقع، وبنضيف السكر على اللبن. لو انت ايه مش عارفة تضيفي امتى بتحلي اللبن عادي، وبعد كده بتضيفي اللبن وبنفضل نقلب بقى عشان يمتزجوا مع بعض. ودلوقتي خلاص احنا خلصناه، اتمنى تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.